السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. الكلام اليوم غيكون على البديل المحتمل لسفيان بوفال في التربص الاعدادي للمنتخب الوطني في شهر مارس القادم، وكذلك كاين كلام على القضيه ديال ابراهيم دياز اللي كثر فيها القيل والقال. ندخلوا في الموضوع واللي غادي يكون باختصار كيف العاده. بدايه وحسب منشرات صحيفه العربي الجديد ومن مصادر مقربه للناخب الوطني وليد الكراكي، واللي غيدير زياره لاسبانيا بهدف الوقوف على مستوى ديال اللاعبين اللي كينشطوا في الدوري الاسباني لا ليغا. وفي هذه الزياره غيكون لقاء بين الناخب الوطني وليد الكراكي ومنير الحدادي. الناخب الوطني عنده نيه باش يعطي فرصه ثانيه للاعب كبديل لسفيان بوفال. اذا حسب المصادر البديل المترقب لسفيان بوفال المصاب هو منير الحدادي مع عبد الصمد الزلزولي. شخصيا كنتمنى ان سفيان رحيمي يحظى بنفس الفرصه وحتى هو تعطاه نفس الامكانيات. وفي نفس الزياره ديال الناخب الوطني الاسباني غيكون عنده اجتماع مع ابراهيم دياز واللي كيقدم مستويات كبيره مع نادي الريال، وجميع المحللين متفقين ان هذا الاجتماع غيكون هو الاخير واللي غيعطي فيه اللاعب قرار ديالو النهائي بخصوص البلد اللي غيمثل. وكتحليل شخصي اللاعب مازال في حيره، وهذا الشيء كان واضح وضوح الشمس من وراء الاستجواب اللي داروا البارح ورا الماتش ديال لايبز، فاش غيسولوا الصحفي واش المستوى ديالو مع الريال وكذلك الهدف اللي سجلوا واش كيقربوا من المنتخب الاسباني. ابراهيم دياز تجاهل الاجابه على السؤال، عكس السنوات الماضيه اللي كان كيصرح فيها بشكل مباشر انه كيحلم يلعب مع المنتخب الاسباني. هذا الشيء كيدل على انه كاينين متغيرات واللاعب تبدلات النظره ديالو للامور. لكن وباش نكون معكم صريح، الفكره اللي مسيطره على راسي واللي ما كنتمناهاش انها تكون بصح هي ان اللاعب كيتسنى فقط ضمانات من الاتحاد الاسباني باش ما يطيحش في الفخ اللي طاحوا فيه لاعبين بحال منير الحدادي، بمعنى ان لا قدم ليه الاتحاد الاسباني ضمانات على ان المكانه ديالو كاينه في المنتخب الاسباني كونوا متيقنين انه غيختار المنتخب الاسباني. وهذا كيبقى مجرد استنتاج، كيف قلت لكم هذا كيبقى مجرد تحليل شخصي، يعني يقدر يكون غلط، وهذا الشيء اللي كنتمنوا كمغاربه. اذا هادشي اللي كاين، ما تنساوش عطيوني الاراء ديالكم، وكيف العاده اللي مازال ما انضمش لعائله فوت فليكس رجع البطونه الكريه بيضاء. ومعنا كان معكم اخوكم محمد من قناه فوت فليكس. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوه.